دائما كانت المقارنة بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري حاضرة وبقوة، ماشي غير حيث جوج منتخبات جيران، ولكن حيث التاريخ ديالهم عامر بالمواجهات، بالأحلام وبالتحدي. كل شعب كيشوف منتخبه الكرامة والهوية، ولكن الحقيقة أن كل واحد فيهم مشى في طريق مختلف. المنتخب المغربي تأسس سنة 1955، وقبل بزاف من المنتخبات الإفريقية دخل المنافسة الدولية. سنة 1970 كان أول ظهور في كأس العالم، تجربة صعيبة ولكن مهمة. ومن بعد في 1986 المغرب صدم العالم كامل من اللي تأهل للدور الثاني، وكسر فكرة أن المنتخبات الإفريقية غير مشاركة. ذاك الإنجاز بقى محفور لسنين طويلة، حتى جاء جيل جديد وطور الفكرة. المغرب بقى حاضر في الساحة العالمية، شارك 6 مرات في كأس العالم، وكل مشاركة كانت درس وتجربة. حتى جاء مونديال 2022، اللحظة اللي تبدل فيها كل شيء. منتخب منظم، ذكي، مقاتل، كي يلعب ضد بلجيكا، إسبانيا، البرتغال، وكي يخرج منتصر. أول منتخب إفريقي وعربي كي يوصل لنصف النهائي ويحقق المركز الرابع. إنجاز عالمي دخل المغرب للتاريخ وخلى حديث العالم كامل. المنتخب الجزائري تأسس سنة 1962 بعد الاستقلال، ومن أول سنواته دخل المنافسة بعقلية التحدي. سنة 1982 العالم كامل تفاجأ من اللي الجزائر ربحت ألمانيا، واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ. ولكن السياسة حرمت الجزائر من التأهل. رغم ذلك الاسم بقى محفور. الجزائر شاركت 4 مرات في كأس العالم، وأفضل إنجاز كان في 2014 من اللي وصلت للدور الثاني، وقدمت كرة قدم محترمة. ولكن عالميا ما وصلتش للي وصل ليه المغرب. قاريا الصورة كتبدل. الجزائر عندها لقبين كأس إفريقيا، واحد سنة 1990 فوق أرضها وسط جماهيرها، وواحد سنة 2019 بجيل ذهبي بقيادة رياض محرز. لقب جاء بعد أداء قوي واستمرارية. فالمقابل المغرب عنده لقب واحد سنة 1976، ولكن بقى حاضر ديما في الكأس الإفريقية. مرات يوصل بعيد ومرات يخرج مبكر، ولكن ما غابش. أسلوب اللاعب كي يحكي القصة. المغرب معروف بالانضباط، الدفاع الحديدي، اللعب الجماعي، لاعبين محترفين فأعلى مستوى أوروبي بحال حكيمي وبونو وزياش. منتخب كي يلعب بعقلية تكتيكية وكي يعرف كيف يقتل الماتش. الجزائر معروفة بالمهارة، الهجوم، اللعب المفتوح، الوسط القوي، الاعتماد على الفرديات وصناعة الفرجة. المواجهات المباشرة ديما كانت مشتعلة، لا يوجد تفوق ساحق. مباريات كتتحسم بتفاصيل صغيرة، وكل ماتش عنده قصة. اليوم المغرب ولا قوة عالمية حقيقية. احترام دولي، تصنيف متقدم، استقرار إداري وتقني، جيل شاب وطموح، منتخب كي يدخل أي مباراة باش يربح. الجزائر من جهتها ما زالت كبيرة، عندها تاريخ ونجوم، ولكن كتعيش مرحلة إعادة بناء وكتقلب على استرجاع الهيبة والاستمرارية. فالخلاصة ما يمكنش نقولوا هذا أفضل مطلقا وذاك ضعيف، ولكن نقدر نقولوا أن المغرب اليوم متفوق عالميا، والجزائر عندها وزنها القاري، والمنافسة بيناتهم ماشي عداوة بل نار كروية صنعت وكتصنع تاريخ شمال إفريقيا. والكرة ديما كتجمع أكثر مما تفرق، والحسم ديما في الملعب قدام الجماهير.